بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا تفاعلنا اليوم مع موضوع تسريب الامتحانات في وزارة التربية للتربية الإسلامية، كانت ثانوية عامة. الأسئلة اللي على السريع تفرض نفسها. ايش دراني ان انا او شو اللي ضمني ان ما تسربت الفيزياء او اللغة الإنجليزية او الرياضيات او الكيمياء؟ سؤال ثاني، ايش دراني شو اللي يضمن لي ان ما تسربت السنوات الأخيرة مو بس السنة هذه؟ السؤال الثالث، إذا هذا حدث في رابعة ثانوي فما بالك بالمتوسطة والابتدائي؟ يا جماعة الموضوع اللي اليوم لا أبعاد كبيرة، الموضوع مو فقط طلبة وتسربت امتحانات لهم، الموضوع لا أبعاد اجتماعية ولا دلالات خطيرة جدا على المجتمع. وهذا المقطع أتمنى أن يصل إلى وزير التربية وإلى سمو رئيس الوزراء، لأن الموضوع لا انعكاسات أكبر مما تتخيل. شلون؟ الموضوع هذا يؤكد على مفهوم التزوير ومدى انتشاره في المجتمع بالآونة الأخيرة. شلون؟ في تزوير للجناسي، الحكومة تقول ذلك. في تزوير في ملفات هيئة الإعاقة وتقارير طبية، الحكومة تقول ذلك. وفي اليوم تزوير بالشهادات، الحكومة تقول ذلك. شهادات الجامعية في ملفات فتحت. وفي تزوير لليوم صار هذا تسريب الامتحانات، هو تزوير بالنسب، هو تزوير للنسب، تزوير للواقع. لأن في ناس ذبحت نفسها ودفعت دم قلبها لعيالها في المدرسين الخصوصيين، وناس باردة يشترون هذه الامتحانات بطريقة مخالفة للشرع ولا للقانون. في طلبة ذبحوا نفسهم تحت الضغط العصبي والنفسي خلال فترة الامتحانات وما بعد فترة الامتحانات. وفي طلبة باردة متسرب للامتحان، يحفظ الإجابات يدش يجيب 100%. عشان كذي كنا نقول والله يا جماعة مو صح، ترى وايد مظاهر احنا ما عندنا دليل عليها، بس كان المنطق ما يصدقها. انا عن نفسي ومحيطي لما كنا نسولف شنو هبة ال100% بالسنوات الأخيرة؟ ما لاحظتوا بالفترة الأخيرة نسبة طلبة يبون 100%، كويتيين وغير كويتيين، عفوا انا قاعد اتكلم. وايد 100%. شلون 100%؟ هذا لازم يكون جينيوس، لازم يكون هذا شديد التميز، هذا شيء مو طبيعي خارج عن المألوف. يمكن كل 10,000 طالب لازم طالب واحد يجيب منهم 100%، من المتوقع انه يجيب 100%. الحين قمنا نشوفهم بالدرازن، مو منطقي هالكلام هذا، بس ما كان عندنا دليل. نفس الفترة الأخيرة أو قبل كم سنة، الناس صار فيها بعض الناس ثراء هالفاحش، كنا نقول في غسيل أموال، بس ما عندنا دليل. احنا نسولف ما عندنا دليل، احنا مو أجهزة دولة. طيب شو اللي ممكن نستفيد منه اليوم رغم ان اللي صار سلبي، اللي صار بايخ ومخزي ومخجل للأسف؟ نقول رب ضارة نافعة، ونكتشف اليوم أحسن من ما نكتشف نهائيا. الإصلاح اليوم خلاص أصبح واضح وواجب، وخاصة في وزارة التربية. أس المجتمع، أساس هذا المجتمع وزارة التربية، البداية بذرة هذا المجتمع وزارة التربية. إذا أصلحنا حال المعلمين وحال الطلبة وحال وزارة التربية بشكل عام، ثقوا تماما راح نلقى النتيجة الصحيحة على المدى البعيد. أجيال، أنا إذا أبي أضبط جيل يا سمو رئيس الوزراء ويا معالي الوزير، إذا هذا الجيل أردت أن أضبط هذا الجيل وأنتج جيلا واعيا يحترم القانون ويحترم الآخر وصاحب فكر وصاحب نشاط اجتماعي جيد، كله يبدأ من وزارة التربية من مراحل لروضة. بس لازم أصلح منظومة المعلم نفسها، مع احترامي لبعض المعلمين كويتيين أو غير كويتيين لا يصلحون لهذا المكان. أنا أتكلم من تجربة سابقة، أنا معلم سابق وخضت هذا المجال وأعشق هذا المجال، لكن يجب إصلاح هذا. ولا أدعي عفوا معرفة زيادة عن الآخرين أبدا، أنا قاعد أتكلم عن تجربتي البسيطة فقط. أهل الميدان يجب أن يسمع لهم، ما يصير نسمع بس فقط، آسف على الكلمة، بعض الدكاترة والمتخصصين اللي ما يعيشون التفاصيل اليومية في المدارس. ترى الموضوع أكبر مما تتخيلون. لازم أن تغوصون داخل هذه المدارس وتسمعون من المعلمين الأكفاء اللي كل يوم قاعد يذبحون نفسهم هناك، بنات وشباب طبعا، ذكورا وإناثا أقصد. رب ضارة نافعة، ولكن بإذن الله سينصلح هذا الحال طالما في توجهات وفي كشف لهذا الفساد. شكرا، في أمان الله.